انت باغي دير الخير وتخرج المال ديالك، تخرج الفلوس ديالك من جيبك، كتقول غادي ينقصوا ليا. فهاد الفيديو حقيقي، قصه حقيقيه وقعت لواحد السيد، وغادي تفيدك بزاف في الحياه ديالك. فركز معايا وشوف الفيديو من الاول حتى للتالي باش تعمل الفائده للجميع. هاد السيد مقاول وعندهم واحد المناقصه في واحد المدينه اخرى، يقبضوا مشاريع. فهاد السيد ناض الصباح توكل على الله، ركب في الطوموبيل ديالو وقبض لو توروت، وقال لك السرعه ديالو كتزاوز ما بين 140 كيلومتر حتى 180 كيلومتر في الساعه. هذاك السيد قال اجي ارتاح واحد شويه ولا قسم لي الله ندير المناقصه ونوصل غادي نديها. بطبيعه الحال انا وريح. فسبحان الله العظيم كتجي واحد السيده انها كتطلب الدعم باش الاعانه ديالها، الوالد ديالها راه مريض وعندهم معاناه. فسول هذاك السيد واش كاين شي ناس اللي كيعاونوك، عندك خوت؟ عندي. قالت لي عندي خوتي ولكن ما عندهمش خدمه مستقره، كيخدموا فين ما كان، كل واحد والظروف ديالو. فعاودت ليه بان الوالد ديالها راه مريض، كيدير خاصو يدير عمليه تقريبا 8 المليون، وعاودت ليه التفاصيل. فقال لها بس لي انسان سالي نمشي معك. فداك السيد بطبيعه الحال انه سالا، قال له واش ممكن انك تركبي معايا الطوموبيل وتديني للدار ونشوف المعاناه ديالكم ونطمن عليكم، ولا كاينه شي مساعده مرحبا. فمن طبيعه الحال ركبات معاه داتو للدار. فشو سبحان الله العظيم ان داك السيد كان قابض 140 كيلومتر 180 كيلومتر باش يمشي للمناقصه، وفضل انه هو يدير الخير، هو الاول عادي لا وصل لك المناقصه، ما عرفش هو بلا راه القدره ديال الله سبحانه وتعالى كبيره. فحيت وصل للدار بطبيعه الحال لقى الوالد ديالها، الام ديالها، الخوت ديالها ما كاينينش، كل واحد الظروف ديالو. فجلس حداه، طلب منها الوراق ديالو، عطاتو الوراق كيشوف المرض ديالو. فهو كيعرف واحد السيد انه طبيب، فهز الهاتف ديالو واتصل به، اتصل بداك الطبيب قال له ودي واحد السيد عندنا مريض كيفاش. بقى تيشوف دوك الوراق ديالو تيقراهم وتيعاود لداك السيد وقال ليه فعلا هاد الشيء هذا راه كاين ولا مرض كيفاش. هو يسولو قال ليه شحال القيمه ديال هاد العمليه هادي؟ قال ليه القيمه ديال هاد العمليه راه كتجاوز ما بين 7 8 9 المليون. ففعلا لقى الكلام ديال ديك السيده راه حقيقي، وداك المرض راه كلشي حقيقي. فبقى كيشوف مسكين، هو يسولها قال لها واش جامعين شي مبلغ معين؟ قالت ليه جامعين 1.5 مليون، للاسف ما غاديش يكفينا. فهو بكل تواضع انه جبد واحد 8 ديال المليون وعطاها لها، وقال لها ديك 1.5 مليون شري بها حوايج اخرين، وهاد 8 المليون ديروا لي بها عمليه. فخرج ما زاد معها حتى شي هضره اخرى ومشى. فحط طلع في الطوموبيل ديالو بقى جالس وتيفكر، يقول هاد المناقصه غادي نقدر نمشي نلقى الناس راه مشاو وتعطلت، ولكن قال مع راسو غادي نمشي ونحضر ونسول ما فيهاش العيب. فحيت مشى كيتفاجئ بديك البلاصه فاش بلاصه طاح السياره ديالو انه ما لقى حتى شي واحد. قال مع راسو راه يكونوا جاو ومشاو، قال ومع ذلك غادي ندخل نسول. فحيت دخل كيسول السيد اللي مكلف تما كيتفاجئ بان قال لي راه ما جا حتى شي واحد، راك جيتي انت فقط. فعطاه الدوسي تيقراه وبغى يعمر، وقال ليه شحال نقدر نعمر؟ قال لي عمر شي مبلغ اللي يكون مزيان. فقال لي جاك بخير شحال تقدر تنصحني؟ فهداك السيد نصحو قال لي ممكن تعمر دير واحد 80 مليون، تقدر تديها راه من طرف ما كاين حتى شي واحد، ممكن تدي هاد المناقصه هادي. فعمر داك السيد بالنيه ديالو، عمر داك الدوسي دار 80 مليون ودفعها، وبالتالي كيتفاجئ بانه هو اللي دار المناقصه حيت ما كاين معاه حتى شي منافس اخر. باش تعرفوا العبره ديال هاد القصه هادي، بان الخير الا درتيه راه الله غادي يعوضك الخير مضاعف. فتخيلوا معايا ان 8 ديال المليون باش دار الخير عوضها ليه الله باضعاف مضاعفه، 8 المليون حتى ل 80 مليون. باش تعرف الا درتي الخير ما كتنقص لك حتى شي حاجه، والله راه قالك الا درتي الخير غادي يعطيك الخير مضاعف. نتمنى القصه تكون عمت الفائده للجميع، وهي راه قصه حقيقيه ان شاء الله. نتمنى اي واحد بغى يدير الخير فدير الخير، لانه هو الذي تلقى. تبارك الله عليكم، السلام عليكم.